هذه السيارات التي تظهر أمامكم هي السيارات الخاصة والتي كان على متنها الوفد المرافق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحظة خروجه من المستشفى الرئيسي بجنيف السويسرية كما تظهر أو يركز عليها في الصور. هي الصور للسيارات التي كان على متنها الطاقم المرافق للرئيس، وربما هم الآن متواجدون داخل على متن الطائرة الخاصة التي ستخرج بعد لحظات من الآن من المستودع الكبير لمطار جنيف. ومن هذه الصور التي عن قرب ننقلها لكم. نعم، في هذه الأثناء تقريبا الباب الكبيرة الخاصة بالمستودع الرئيس في مطار جنيف بسويسرا فتحت كلها الآن، قد تخرج بعد لحظات الطائرة كما تظهر في الزاوية اليسرى على الشاشة. الطائرة تستعد للخروج من المستودع قبل مغادرتها لمطار جنيف متجهة إلى الجزائر. ساعتان فقط لكي تكون هذه الطائرة في الجزائر فور إقلاعها من المطار، مطار جنيف في سويسرا. الطائرة الآن تخرج كما تشاهدون من المستودع الرئيس قبل مغادرتها مطار جنيف. هي الطائرة الرئاسية وعلم الجزائر يظهر على جناحها الأخير أو الجناح الخلفي للطائرة الخاصة برئاسة الجمهورية وعلى متنها رئيس الجمهورية، وهي من نوع جولدستريم، طائرة خاصة برئاسة الجمهورية. تخرج من المستودع الكبير لمطار جنيف. هي اللحظات نقولها لكم على المباشر. هذه الصور الطائرات الخاصة على متنها أيضا وفد رفيع المستوى من عائلة الرئيس وأيضا من كبار المسؤولين في الدولة الذين تنقلوا خصيصا للعودة مع الرئيس الذي قضى فترة علاجية قاربة الأسبوعين بالمستشفى الرئيسي والمركزي بجنيف سويسرية. إذن الطائرة ستغادر الآن كما تشاهدون، ستغادر مطار جنيف السويسري متجهة نحو الجزائر عائدة بالرئيس الذي قضى فترة علاجية. قالت رئاسة الجمهورية قبل أسبوعين إنها فترة علاجية روتينية لكنها دامت أسبوعين دون ذكر أي تفاصيل بخصوص الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المترشح كما نشير إلى الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أفريل المقبل. إذن لحظات فقط أو ثواني قليلة فقط ستقلع الطائرة مغادرة مطار جنيف متجهة نحو الجزائر. كما أشارت مصادر للجزائر نيوز أنه من المرجح أن تحط هذه الطائرة بعد ساعتين من إقلاعها بمطار بوفاريك العسكري جنوب العاصمة وسط تعزيزات أمنية مشددة. وأشارت أيضا وكالة يورو نيوز السويسرية إلى أن مطار جنيف محاط بتواجد كثيف لعناصر الشرطة كما كان الوضع نفسه أيضا بالنسبة للمستشفى المركزي وسط جنيف السويسرية. ولم ترد أي أنباء رسمية من قبل الرئاسة الجزائرية بخصوص الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ولا حتى أي صورة، لم يتم نشر أي صورة بخصوص وضعه الصحي ولا أي تصريح في هذا الشأن من مديرية الحملة الانتخابية للرئيس المترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل. اللحظات الأخيرة التي تشاهدونها التي تسبق مغادرة الطائرة هي الترتيبات التقنية لحظات قبل الإقلاع ومراقبة كل ما له علاقة بالطائرة تقنيا من عجلات وموقع أو إحداثية الطائرة على متن أو على المطار المركزي لجنيف في سويسرا. هي طائرة ليست من الحجم الكبير، هي طائرة خاصة بالرئاسة الجزائرية على متنها الرئيس بوتفليقة بعدما قضى فترة علاجية دامت أسبوعين في سويسرا يعود إلى أرض الوطن.
هناك أكيد تساؤلات بخصوص الوضع الصحي للرئيس، لكن لم يرد أي خبر أو أي معلومة لم ترد إلى حد الآن رسمية من الجهات الرسمية في الجزائر، لا من رئاسة الجمهورية ولا من وكالات الأنباء الجزائرية، بخصوص التقارير الطبية التي ربما رافقت ملف الرئيس الذي يقال بأنه قضى فترة علاج روتينية، وهو آخر ما ورد من جهات رسمية في الجزائر ولا حتى من مديرية الحملة الانتخابية هنا بالجزائر العاصمة. لم يدلى بأي تصريح، فقط ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية وببرنامج الرئيس المترشح. أما عن وضعه الصحي فلم ترد أي أنباء جديدة بخصوص هذا الشأن. الآن كما تشاهدون الطائرة تأخذ مسارها باتجاه أرضية الإقلاع لحظات فقط قبل مغادرتها مطار جنيف بسويسرا. إذا تتجه الطائرة الخاصة برئيس الجمهورية، وهي طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتجه إلى المدار الخاص بالإقلاع. ونشير فقط بأن هذه الصور هي صور يتم بثها مجانا لننقلها لكم على المباشر، هي وكالة أنباء تقوم بنشر صور على مدار الكرة الأرضية، صور مباشرة وننقلها لكم بأمانة. هي صور يتم تمكين القنوات الخاصة منها بالمجان، هي خاصة بالطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما قضى فترة علاج بسويسرا في جنيف بالضبط بالمستشفى الرئيسي للمدينة السويسرية. هي الآن ربما اختفت خلف هذه الطائرة الكبيرة، لكنها ستقلع بعد ثواني فقط متجهة نحو الجزائر، عائدة بالرئيس المترشح الذي قضى فترة علاجية قرابة الأسبوعين. وسط تعزيزات أمنية مشددة وحضور مكثف لعناصر الشرطة لحظات الآن، وتغادر الطائرة الجزائرية الأراضي السويسرية عائدة بالرئيس المترشح للانتخابات المقبلة بعدما قضى فترة علاجية قاربت الأسبوعين، أي منذ 24 من شهر فبراير المنقضي، ونحن اليوم في 10 من شهر مارس 2019. يشار أيضا إلى أن عائلة أو أفراد من عائلة الرئيس يتواجدون بهذه الطائرة عائدين رفقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر، بعدما ربما لم ترد أي أنباء بخصوص وضعه الصحي ولا صدور أي تقارير تتحدث عن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو عائد إلى الجزائر في هذه الأمسية من 10. إذن كما يظهر في يمين الصورة هي سيارات مصفحة لحظة مغادرتها المستشفى المركزي بجنيف، وهي تقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما قضى فترة علاج لأسبوعين. هي صور نقلناها لكم عن طريق هاوي كان يتواجد في المخرج الخلفي أو المخرج الخاص بالمستشفى المركزي بجنيف، وعلى متن هذه السيارات هناك أفراد من عائلة الرئيس، وأيضا الرئيس الذي قضى فترة علاج هناك بجنيف متجها نحو مطار جنيف الذي تظهر الصور المباشرة على يسار الشاشة. وهي تستعد الطائرة الآن لمغادرة مطار كوينترين في جنيف السويسرية كما نقلت ذلك وكالة أورونيوز لحظة وصول الطائرة صباح اليوم إلى سويسرا لتعود بالرئيس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسط حضور أمني مكثف وتعزيزات وإجراءات خاصة. الآن تغادر الطائرة مطار جنيف كما تشاهدون.
إذا ننقل لكم عبر هذا المباشر لحظات مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مغادرته المستشفى المركزي بجنيف بسويسرا بعد قضائه فترة أسبوعين علاجية.